ازيكم يا احلى بنات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. صلوا على الرسول ويلا بينا نشوف فيديو النهارده. لايك للفيديو عشان خاطر عدد كبير من الناس يشوفوا ويستفادوا، واشتراك في القناه. هعمل معاكم الرقاق المصري الجميل الخطير بالطريقه الجميله اللي انتوا شايفينها، وكمان هقول لكم ازاي تعملوه كده ما يكونش حجمه كده الرقاق فيه كتير، ويكون بسيط وخفيف معاكم كده. اول حاجة معايا هنا كده 4 كوبايات من الشوربة، ولو حابة تضيفي عليها كوباية لبن بيعزز من طعمه، واللبن ده اختياري، لو انتي مش حابة مفيش اي مشكلة. اول حاجة كده بتحطي كده في قاع الصينية من تحت، بتحطي شوية سمنة حلوين كده علشان خاطر الرقاق ما يلزقش منك، ولو الرقاق لزق منك بيتبهدل وما بيطلعش متساوي ومتقطع كويس. بالنسبة لفتافيت الرقاق اللي في الصينية دي مفيش اي مشكلة، كده كده احنا هنحط عليها الرقاق. بدأت احط كمان معلقتين سمنة كده علشان خاطر الرقاق بتاعي بيحب السمنة، وما بيحبش ان هو تكون سمنته قليلة من تحت عشان بيمسك في الصينية وبيبقى صعب جدا ان انتي تطلعيه. وكمان عصقت اللحمة بتاعتي كده وركنتها كمان. انا منزله الفيديو شوية متأخر، المفروض كان ينزل قبل العيد، بس ايه مفيش اي مشكلة برضو. هتشجعوني كده برضو بالمشاهدة بتاعته واللايك والاشتراك ان شاء الله عشان يوصل لكم مني كل جديد. اول حاجة لو الرقاق بتاعك، انا الرقاق بتاعي حجمه كبير شوية على الصينية، فالصينية ما خدتوش. بدأت ان انا اكسره كده، ما بيبوظش طبعا الرقاق ولا اي حاجة. في ناس ممكن تقول ان الرقاق كده لما يتكسر مش هيطلع متسوي ولا مظبوط، لا هو زيه زي الجلاش، بينضم كده يعني على بعضه لما بيستوي وبتحطيه كده بيبقى تمام، وهتشوفوا معايا يعني. اهم حاجة الطروف بتاعة الرقاق لازم ان انتوا تسقسقوها شوية كويس بالشوربة علشان خاطر بتبقى ناشفة شوية. وبعدين بتبدأي بقى كده تبلبلي الرقاق كله كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين كده انا بحط مثلا ديت واحدة، انا بحط 4 طبقات من الرقاق، و4 طبقات تحت و4 طبقات فوق، يعني 4 رقاقات تحت و4 رقاقات فوق. وما بحطلوش سمنة كتير زي زمان كانوا بيغرقوه سمنة، كان بيبقى دسم قوي، وان انت بقى تيجي تاكلي الرقاق ما بتبقيش عارفة تاكليها من كتر الدسامة، والسمنة اللي فيها بيصدك كده. انا بقى بدهن بين كل رقاقة ورقاقة، بدهن كده طبقة من السمنة خفيفة خالص بالفرشة كده. وطبعا الرقاق المتكسر انا رقاقة رقاقة بكسرها واحطها على اللي تحتيها، وابقى عارفة عدد الرقاقات اللي انا عملتهم. كده انا عملت 4 تحت، بدأت احط عليه العصاج بتاعي، وهحط كمان 4 من فوق، وكده هيبقى تمام وزي الفل معايا. كده هبدأ بقى احط الطبقة ايه اللي من فوق علشان خاطر. بصوا يا بنات، الطبقة اللي قبل ما تحطي عليها اللحمة ما تحطيش عليها سمنة، علشان كده كده اللحمة بيبقى فيها الدهون بتاعتها بتنزل على الرقاق. وكان معايا رقاقية كده على قد حجم الصينية، عملتها كده وبدأت ان انا احطها على الوش علشان خاطر تساوي معايا الوش. طب لو متكسر في اي مشكلة؟ مفيش اي مشكلة، زي ما قلت لكم هو بيتساوى مع بعضه، ومفيش اي مشكلة لو متكسر وحطيتيه على الوش برضو. ببدأ ان انا اقطعه كده، بيكون احسن ليكي لما تقطعيه، بيطلع معاكي كده بعد ما يستوي بيبقى شكله حلو، بدل ما تيجي تقطعيه وهو مستوي بيبوظ منك وبيتبهدل. انا بقى فاض معايا رقاقتين كده، انا بحب اعمل الرقاق اللي هو بدون لحمه دوت، بتبقى عامله زي الفطيره كده، بتبداي تعمليها عادي زي الرقاق العادي بس ما فيش في قلبيه لحمه، بتبقى جميله قوي وبالف هنا وشفا. شايفين بقى اللهم بارك، حاجه كده جميله ما شاء الله كده. كانت طعم تحفه وكانت خفيفه جدا في اكلها، كانت حلوة جدا. اعملوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. دي اللي انا قلت لكم عليها اللي انا عملتها، حتى كان وشها متكسر، لو انتوا تلاحظوا مش باين على وشها خالص ان هي كانت متكسرة خالص. هوريكم بقى قطعة كده ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ايه الجمال، الطبقات خفيفة كده عامل زي الجلاش بالظبط، واحلى كمان من الجلاش.